السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. انا محمد عوف ابو الفراعنة، وده فيديو جديد. فيديو النهارده هيكون عن كود الحساسية يا اخواتي. اكيد طبعا شفتوا اللقطات. ايه رايكم؟ سيبوا لي رايكم في الكومنتات يا ريت يعني، ويا ريت بعد اذنكم يعني نوصل الفيديو ده عدد حلو. انا مش هطلب دعم معين عشان القناة لسه جديدة، ولكن انا طالب يعني عدد حلو كده من الدعم. وفي كلام مهم جدا عايز اقول لكم يا جماعه بخصوص الحساسيه وكده، بخصوص الناس اللي بتاخد كود الحساسيه كوبي اند بيست وتحط عندها على طول. يا اسطى كده غلط، اسمع مني كده غلط يا اسطى. انا ما بقولكش ما تاخدش كود الحساسيه، خده عشان على الاقل يبقى متظبط حبه، بدل ما انت تقعد تعمل حساسيه من اول وجديد من الصفر وكده. لا خده يا عم وعدل عليه يا اسطى على حسب موبايلك، فريماتك، مسكه ايدك، بتلعب كام صباع. الكلام ده كله بيفرق، بالذات لو انت جيروسكوب، فاهم؟ فبتمنى يا جدعان لما حد ياخد الكود، بتمنى عشان ما اشيلش ذنبه بعد اذنكم عدل يا اسطى على الكود على حسب موبايلك وفريماتك، مسكه ايدك للموبايل، حجم الموبايل على فكره بيفرق كمان اعتقد. في حاجات كتير قوي جدا بتفرق، لكن انت تاخد الكود ما تعدلش عليه وبعد كده تلاقي نفسك بتجيب هيدشوتات. ما انت كده كده اصلا انت بتبقى مركز على الهيدشوتات، فاهمني انا قصدي ايه؟ فعشان كده بتجيب هيدشوتات، لكن انت بعد كده بيومين ثلاثه هتلاقي نفسك مش مركز. وطالما انت خدت الكود ده بقى حلو معاك عشان انت كنت مركز، فانت هتقول خلاص انا هاخد ده، وانت مش تعرف ان انت كنت مركز وانه مش من الكود اصلا. فتفضل كل شويه تاخد كود من ده، بعد كده يبوظ منك، تاخد كود من ده وبعد كده يبوظ منك. مش هتعرف تحترف، مش هتحترف كده، كده غلط. لازم انت تعمل حساسيه لنفسك يا اسطى، فاهمني انا قصدي ايه؟ وبس كده يا اخواتي. سيبكم على اللقطات، مشاهدة ممتعة أو انجوي. Awesome. Awesome. Please recall me. Please recall me. السلام عليكم، معكم ابو الفراعنه من المونتاج او من الفيديو او ما علينا.
في الفيديو ده يا جدعان يعني دي جت مفاجأة بصراحة للي كمل الفيديو لحد هنا. والجيم ده يبقى جيم خارق وقوي جدا. وركزوا لي الجوافة اللي هو اللي تحت اسمه ايه ده، اللي هو المراقب، مش عارف كان المراقب ولا المهم في الطيارة الصغيرة. ركزوا هيحصل ايه، فهيحصل فايت جميل جدا ما بينه وما بينه، عشان عليه لعيب قوي. ولكن هو عمل غلطة صغيرة هشرحها لكم وقت الفايت. وده والله العظيم يعني اللي هو الشرح والكلام ده مني لكم كده هدية عادي. اول فيديو في القناة الجديدة وتقريبا داخل في 10 فيوز. اصلا في القناة القديمة كنت بجيب ال 10 فيوز دول كنت ببقى مكتفي بيهم، بعدين عندي بس مش عارف. المهم بإذن الله اسرع من الوقت اللي جبنا فيه. و يلا بينا نخش شرح. طيب في واحد هنا انا صبرت السن ايه دي غالبا عندي. كان في واحد ورايا ناحية السلم التاني وهوت موجود، وكان في واحد هنا. فلازم ترمي حاجة هنا، يا اما تنزل تمسك واحدة بزول احسن لك. وكده اصلا المود هيخلص ما تركزش معايا. طيب دلوقتي ده ما عملش حاجه، مليار في المية هيرمي ليه دلوقتي. انا توقعتها بس ما توقعتش ان هو يرميها هنا مكان ما انا واقف كده، لا ورا مكاني. فاهمين انا قصدي ايه؟ فانا وقت ده مركز معاه نفس الحكايه بردك. عشان ايه ده مش هيبوش، ده لا اله الا الله. فده ده مش هيبوش، فلازم كويس تقعد تركز مع الناس دي بالذات. ده زنخ قوي قوي. طب يا اخواتي 5 تركيز هنا. عشان ايه؟ الواد اللي هو اسمه ايه ده، اللي هو كان عمال بيحدف في الندات رجع تاني. هيلت وظبطت اموري، سمعته بيفتح خش على طول. ما تعملش حساب، خش على طول. انا اهوت اقسم برب العرش يا جدعان جبته. وانا بص انا في قمه سعادتي. ليه؟ عشان ده يعني انا مش عارف اقول عليه بجد والله. واحد قدام واحد، خلاص يا بابا بوش بتاع اي حاجه. انا دمي ناقص. هو ايوه ما يعرفش ممكن ان انا دمي ناقص وبتاع، بس برضه يا حبيبي بوش. هتقعد تسحب وترمي ندات يا ابني ده واحد والله واحد يا جماعه. انا بكره الناس اللي بتلعب كده قوي، مش مستاهله يا اسطى. معاه كميه ندات بس انا قلت وانا فرحان دي تكفيني ان انا جبته. وهو رامي عليا مولوتوف. انت متخيل دم كمان كان نقطه؟ انت متخيل ان هو كان الدنيا طالع كان خلاص ما بيدمش. يا لهوي يا جدعان. يلا بقى بينا عشان هنا بقى هنقابل مين؟ عمو جوافه او انا يا لهوي يا جدعان. كل ما افتكر الاسم ده افتكر في كرتون كده كنت بتفرج عليه زمان. فكان بيقول لك ايه، مش جوافه، كان بيقول لك جوافه وقسما بالله قسما بالله فتحت له المايك وانا لما جبت قلت له جوافه هتشوفوا الفايت جميل جدا على فكره. والواد لعيب بصراحه، بس انا كنت عايز انصح ما لان ده الغرض الاساسي. انا مش هخش بقى جبت اقعد احرق في دمي وبتاع. حتى لو بصور ايه يعني؟ انزل الجيم اللي بعده. ما صورتش انزل الجيم اللي بعده. مش عارف العب اصبر ساعه ساعتين 3 مش هيفرقوا معاك. روح انت ظبط امورك، اعمل اي حاجه تسليك كده وتخرجك عن المود الوحش اللي انت كنت فيه. لو انت في مود وحش وكده وخش العب هتلاقي نفسك بتبدع. لكن انا مش هخش احرق في دمي بصراحه، انت فاهم؟ او مثلا يا عم جيب واحد صاحبك معاك يسليك بتاع. اللي في نفسه دلوقتي ده كان طالع يعمل ايه على الصندوق؟ احب اقول لك ان ده كان عايز يطلع فوق انت متخيل يا جدعان يا ابني هتخسروا ايه لو مشيتوا ومتوا؟ يا لهوي هتخسروا حياتكم. استغفر الله العظيم.
استغفر الله العظيم. طب يا اخواتي هنا قدامي مين؟ جوافه. طيب هتروح هنا، هو انا سمعته نازل فخلاص رحت. تعالى نثبت مكانك، ما نزلكش، اوعى تطلع له، اوعى. ده ممكن يكون مخلص المود ومعاه اسلحه قويه بي 90 ام جي 3 كده، فاوعى تطلع له. رحت بعيد ورحت راجع تاني بسحبه. بعد كده انا افتكرته نازل، مش عارف السماعه كانت ملخبطه قوي معايا، فرحت عامل جامب على اساس ان هو ايه ما يتوقعش وكده. فانا جيت هنا قلت هفتح مولوتوف اديها له على السور بتاع الحيطه يعني وكده، عشان تحرق المكان كله وتجيبه عشان هو متدمش. فرحت يعني استنى لحد ما يجي وبسحب، ولكن هو فتح زاويه عليا. هو لو كان جاي لازق شويه في الكفر وكده بحيث ان هو كمان يسحب، كانت هتبقى الافضليه ليا وكنت اسحب على طول. وما اعملش دوج زي ما انا عملت كده. طيب عملت دوج ليه؟ عملت دوج عشان هو جه فاتح زاويه، ما جاش لازق في الكفر ويسحب، لا هو جاي فاتح زاويه عليا تقريبا، كان عايز يمشي لي مشيه بوت. اللي هو عارف انت لما تخش مشيه البوت من الباب، يعني مثلا واحد ماسك عليك باب تخش له بمشيه بوت كده، كان هيكسر ايمي. خلي بالك الحركه دي انا بالنسبه لي ايه نقطه الضعف الوحيده، وبالذات ان هو كان هيبقى لازق فيا، فصباح الفل صباح الفل. وانا بلعب جيروسكوب يعني، بص صباح الفل، ما بعرفش احرك صباعي على الشاشه خالص. فانا اقسم بالله يا جدعان اني مش عايز يا لهوي يا جدعان. وكان معاه زي ما قلت لكم اهوت على فكره، اهو معاه جروزه، عشان كده ما رضيتش اطلع له. ودايما لازم اللي هو تعمل تيست كده بسيط، ده معاه سلاح ايه، ممكن يكون معاه شوت جن ده الشوت جن ده اوسخ من البي 90 ذات نفسه. فانا مش بخش كده بدماغي، وفي اي حاله ما تخش بدماغك. يعني انت واحد ماسك عليك كفر تخش له بدماغك، ما هيجيبك. لو هو المتوسط هيجيبك، اقسم بالله متوسط، مش محترف ولا اسطوره، لا متوسط هيجيبك. انت هو ماسك عليك كفر، انت داخله، فانت جيت في مدى ايمو، فخلاص صباح الفل هتموت. فالمهم هنا يا جدعان، وهي بعد ما انا كنت فتحت له المايك زي ما انتوا شفتوا، قاعد اقول له ايه، قال لك ايه جوافه هو الحمد لله طلع محترم وما شتمنيش. بس انا يا جماعه والله بهزر، يعني دي لعبه يا اسطى، يعني لما حد يقول لك كده بتاع ماشي عادي مفيش اي حاجه بنهزر، لكن غيره بقى بتلاقيه يلا يا ابن طب في ايه يا اسطى، انا كلمتك انا بهزر عادي دي لعبه. لا هو مش عايز يموت، او انت جبته خلاص انت كده لا مؤاخذه، مش عايز اقول عملت فيه ايه. لا اله الا الله، اذكروا الله يا جماعه وصلوا على النبي. يلا بينا على بقيه الفيديو. طيب هنا في تريكايه مهمه جدا عايز اشرحها لكم. لو انت عايز توصل نيد ولكن مش قادر او مش عارف مثلا انك تخش من الشبابيك او كده، بتطلع الحز اللي فوق ده، او بتيجي هنا وتحاول توصل النيد. بس لو انت مثلا عايز توصلها ويكون عندك رؤيه اوسع وكده وشايف يعني شايف احسن من تحت، بتطلع الحز اللي فوق ده اللي هو على الشمال وتحاول توصل. ده الكلام ده لو على العماره العاليه وكده ماشي. نفسي اعرف حاجه واحده بس، لو انا كنت جيت مثلا كان ضرب لي بري فاير وحمسني ان انا اروح ابش له كده، او لو كان هو بش لي بتاع اي حاجه، كان هيخسر ايه بجد والله بدل ما يموت الموتة دي ليه بجد والله. يعني كيكه لعبه يعني يا اسطى، لعبه انا مش فاهم يا جدعان مكبروا الموضوع كده ليه. ويا صديقي بجد انا عايز اقول لك، لو انت زي اخينا ده كده بيفضل قاعد فوق السطح بتاع العماره مش عارف في اي مكان بتاع، يفضل يجيب في الناس من بعيد، اقسم بالله ما هتتطور يا اسطى.
خش العب فايت بتاع، اعمل اي حاجه. لكن ايه ده يا جدعان ده؟ استغفر الله العظيم. وبس كده يا اخواتي، يكون الفيديو بتاعنا خلص لحد هنا، مفيش اي فايتات تاني. هموت في الجيم ده بسبب كمبرة، بس مش كمبرة فسفسة، اللي هو واحد واقف فوق بقى وبتاع يقعد يجيب الناس من بعيد ومش عارف ماشي، مع انه تقييمه حلو والله. علينا. مش عارف والله يا جدعان، غيروا لعبكم يا جدعان بالله، نصيحة أخيرة من أخ ليكم، غيروا لعبكم. عايزين يعني انت يعني بجد والله، انت اللي بتتفرج على الفيديو عايز تتطور وبتلعب باللعب ده، انت ده اللي هو الاخير ده، اللي هو اللي ما عملش اي حاجه، وكان بس رمى ندايه، فاول لما جيت له راح خلاص اللي هو حزق في مكانه ورمى ندايه، بعد كده عايز يمشي يهرب، مع انه سامع ان في صوت واحد. يعني انا اقسم بالله لو عارف، لو مش بلعب بسماعه برضه بلعب بسماعه الموبايل، والله كنت هعرف ان في واحد بس، لان هم لو 4 وحزيقه يا عم ما هيرموا ندات كتير، لكن انا ما رميتش غير ندايتين او 3. فايه ده يا اسطى غير من لعبك يا اسطى، انت ده بجد والله اللي عايز تتطور، انت اللي لا مؤاخذه يعني، بس انت اللي عايز تتطور وتلعب كده، انت ده بجد والله. انت شايف نفسك كده هتتطور؟ عمرك لازم الاستمراريه يا جماعه في حاجه. انا لو قعدت ما لعبتش يومين او 3 ايام انا برجع بلاقي نفسي جود، فانت ما بالك بقى ان انت بتلعب بكده كل يوم، تنزل تجيب في الناس ايه ده يا اسطى غيروا من لعبكم يا جدعان، غيروا من لعبكم. وبس كده يا اخواتي، يكون الفيديو بتاعنا خلص لحد هنا، متنساش لايك شير سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم الفيديو الجاي باذن الله، والسلام عليكم.